في تصريح عجيب وغريب. الأستاذ عمرو الجنايني فاجئنا في حديث تلفزيوني على قناة أون تايم إنه بيقول لك شيكابالا مش من أحد أساطير الكرة المصرية، لا ده شطح في العنان، قال لك شيكابالا هو الأسطورة الوحيدة في مصر. تجاهل محمد صلاح اللي فايز بالشامبيون ليج واللي مكسر الدنيا في أوروبا، وتجاهل الكابتن محمود خطيب الحائز على الكرة الذهبية في أفريقيا، وتجاهل أبو تريكة، وتجاهل محمد بركات. طيب عشان ما نطولش يعني، هذا الحديث لا يليق برجل يعتبر رجل كورة من الطراز الرفيع، وكان رئيس اتحاد الكورة، وكان عضو مجلس إدارة في نادي الزمالك، ورجل له باع في كرة القدم. لما تيجي من واحد هاوي مقبولة، لما تيجي من حد كان مسؤول وحد كبير فدي غريبة جدا، وبتبين لك ان احنا بنتكلم في سكة تانية خالص، وهو كل واحد بيشطح في دماغه فبيقول اللي هو عايزه. انا عايز اسأل سؤال بس، استاذ عمرو الجنايني، استاذ ممدوح عباس، كابتن خالد غندور، استاذ اسلام صادق، كابتن رضا عبد العال، استاذ احمد جمال، استاذ مدحت العدل، لما يسمعوا الحوار دوت هل هم راضيين عن هذه الكذبة الكبيرة الضخمة الغير مبررة؟ وهنتكلم بالارقام دلوقتي، انا هفاجئكم بارقام خزعبلية، مفيش مقارنة يعني، حاجة كده زي عملاق جنب حد تاني. مع احترامي لكابتن شيكابالا وحبي، والله بحبه جدا وبحترمه جدا، وفعلا من احد رموز ومن اجمل الناس اللي لمست الكرة في مصر، ولكن ليس هو الاعظم ولا هو الافخم ابدا ابدا ابدا، وبالارقام هو يعني بعيد تماما. وهنتكلم دلوقتي على طول ونخش في الموضوع. اولا هنقول الكابتن شيكابالا. كابتن شيكابالا لعب في الزمالك حوالي 22 سنة، 95 96 نقل من اسوان راح الزمالك. بعد كده راح باوك ولف بقى، وراح الوصل، وراح سبورتنج لشبونه، وراح الاسماعيلي، ورجع للزمالك. يعني يعتبر لاعب قعد سنين طويله في الزمالك، لا يقل عن مثلا 16 سنه بيلعب في نادي الزمالك. نتائجه وبطولاته المفروض ذا فيجر ستوكي، مش كده وانت راجل بانكر يا مستر عمرو الجنايني، صح؟ ذا فيجر ستوكينج، الارقام هي اللي بتتحدث. فنحدث بالارقام. تقول لي ازاي بقى؟ انهي اماره انت خليته الاسطوره الوحيده ولا حتى الاسطوره العاشره في مصر؟ لو قارنته حتى بمحمد بركات، مش محمد ابو تريكه، ولا الاسطوره العاشره في مصر شيكابالا، بالارقام والوقائع. هنبتدي. الكابتن شيكابالا تاريخه كله يعني: الدوري المصري 4 مرات، كاس مصر 6 مرات، كاس السوبر المصري مرتين، كاس الكونفدراليه مره، كاس السوبر الافريقي 3 مرات، كاس العرب للانديه مره، كاس السوبر السعودي مره، كاس الامم الافريقيه 2010 وكان احتياطي معظم الدورة، ما كانش ليه اي تأثير مره، دورة حوض النيل مره. اجمالي بطولات، انا بقول لكم كل البطولات اللي هو شارك فيها او خدها سواء في مصر او خارج مصر، اقول كل ده برضه الكابتن شيكابالا على الكابتن ابو تريكه 20 بطوله. تمام. كابتن ابو تريكه بقى لعب في الاهلي بالظبط، جاي من الترسانه، لعب في الاهلي 10 سنين، يعني تقريبا نص المده اللي لعبها فعليا لنادي كبير الكابتن ابو تريكه، من 2004 ل 2014، ده كل تاريخه مع الاهلي. البطولات بقى: الدوري المصري 7 مرات، كاس مصر مرتين، كاس السوبر المصري 6 مرات، كاس سوبر افريقيا 4 مرات. التقيله بقى والحاجات اللي بتسمع وقويه جدا والصعبه اللي هم ما خدهاش ولا مره الكابتن شيكابالا: كاس دوري الابطال 5 مرات، افريقيا مرتين، كاس العالم للانديه البرونزيه 2006، دورة حوض النيل مره، كاس الامم العسكريه مره، كاس الخليج مره. اجمالي بطولات الكابتن ابو تريكه اللي هي ب 10 سنين فقط يعتبر فعليا يعني 30 بطوله. طب نتكلم على الاهداف بقى. كابتن ابو تريكه جاب 165 هدف مع المنتخب، وركز في دي 38 هدف. الكابتن شيكابالا تاريخه كله 72 هدف السنين دي كلها. مع المنتخب بقى هدفين زلبطه، هدفين. الاسطوره الوحيده في مصر جايبه هدفين للمنتخب المصري. ماشي. الالقاب الشخصيه بقى حدث ولا حرج. كابتن شيكابالا هداف الدوري المصري 2010، افضل لاعب في مصر 2011. تمام، ده فعلا اللي واخده، مفيش القاب تانية خدها فرديه. اسمع بقى القاب ابو تريكه المرعبه يعني:
BBC افضل لاعب في افريقيا 2008. جائزة الكاف افضل لاعب في افريقيا 4 مرات 2006 2008 2012 2013. افضل لاعب في مصر 4 مرات 5 مرات 2004 2005 2006 2007 2008. هداف كأس العالم للأندية 2006. هداف دوري الأبطال 2006. هداف الدوري 2005 و2006. هداف كأس مصر 2007. أفضل لاعب أفريقي محلي 2006 2008 و2009 ضمن تشكيلة منتخب القارات طبقا للفيفا يعني 2009 ضمن نادي المئة الفيفا اللي معدي 100 مباراة دولية. ده الكابتن أبو تريكة. هل في مقارنة؟ هل يصح إن أنت تقول دوت أعظم؟ ولو جبت لكم مقارنة بين الكابتن شيكابالا ومع احترامي الكابتن شيكابالا ومحمد بركات هتلاقوا برضو الكابتن محمد بركات أعلى في الأرقام من كابتن شيكابالا. وأمرت يا كابتن عمرو جنايني إن شيكابالا الأسطورة الوحيدة في مصر ولا الأسطورة العاشرة في مصر. يا جماعة عيب لما تخاطبوا العقول. وانا عايز اي حد يطلع يكذب الكلام دوت لان الكلام ده موثق، بقول وقائع بالارقام مش بألف يعني. لما تقولوا كلام دي يبقى انتوا عارفين انتوا بتقولوا ايه، مش اي هبد وخلاص. انا احب واحد انا اقول لك اعظم واحد في الدنيا شجيع السيما ماشي، بعشق مهاراته ماشي مقبول، انما لما يكون حد مسؤول وبقيمة وقامة حضرتك ما ينفعش تروح هابد قوي كده وتروح قايل لي ده مش ده الاسطورة الوحيدة في مصر. هذا لا يجوز، كذب، ما حصلش بالارقام، ما حصلش. مش عشان بنحب او بنكره شيكابالا. لو هو الاسطوره يبقى ابو تريكه افضل اسطوره على مستوى المجره وعلى مستوى الكواكب عطارد وزحل والمريخ. لو هي الموضوع نسبه وتناسب يعني، لو انت شايف ان في حاجه افخم من كده فهي تبقى المقارنه كده بينهم. هو ايه ده؟ محمد بركات ارقامه اعلى من شيكابالا. يا جماعه قولوا حاجه، خاطبوا العقول مظبوط. وعايز الاخوه الزملكاويه قبل الاهلاويه يراجعوا الارقام اللي انا قلتها، يراجعوا التاريخ اللي انا قلته. لو انا قلت حاجه غلط يقولوها ويشوفوا هل الكلام ده صح، هل اللي قاله الكابتن عمرو الجنايني صح. شكرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.